السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معنا النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض شربات النعناع المركز. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة بتكاليف بسيطة جدا. خلاص زي ما انتوا عارفين كده بقى، الصيف وحر الصيف محتاجين مشروبات منعشة. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. المقادير معانا النهاردة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده. معايا كوبايتين من السكر، كوباية ونص من المية، معايا لون طعام مصرح بيه، ومعايا كمان نعناع فريش. اول حاجة كده زي ما انتوا شايفين هنزل بالسكر، وبعد كده هنزل بالمية خلاص على درجة حرارة متوسطة، وهقلبهم بشكل كويس جدا لغاية لما الخليط يغلي معايا. واول ما الخليط بتاعنا داب كده وبدأ في مرحلة الغليان زي ما انتوا شايفين، هبتدي ان انا انزل بالنعناع بتاعي بعد ما غسلته بشكل كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل كمان بلون الطعام. واول ما القوام يتقل معانا هنرفعه من على النار، وبعد كده هنصفي الشربات بتاعنا وهنسيبه لغاية لما يبرد خالص. عايزة اقول لكم ان المقادير دي عملت معايا كمية كويسة جدا، بجد هتوفري كتير قوي. بعد كده هبتدي اعمل عصير الليمون بتاعي. انا نزلت هنا بعصير حوالي ليمونتين كبار، وكمان هنزل بالسكر، سكر على حسب الذوق والرغبة خلاص. وكمان هنزل بالمية واضربهم كويس جدا في الخلاط لغاية لما السكر يدوب بشكل كويس. ودلوقتي كل حاجة بقت جاهزة معايا. أول حاجة هنزل بشربات النعناع اللي احنا لسه عاملينه مع بعض، بعد كده هنزل بتلج مجروش عشان أفصل كده الألوان يديني شكل حلو في الآخر، وهنزل كمان بعصير الليمون وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.